حابب اتكلم عن المحترم ايمن الرمادي. من وجهة نظري هو لفظ يناسبه المحترم، اللي بالنسبه لي من وجهة نظري فكره تدريبه لنادي الزمالك في الفتره الحاليه هو قرار غير موفق ليه. الراجل ده من احسن المدربين اللي انا المصريين اللي انا بحبهم. فكره ان انت مش هقول لك اتفرج عليه في الملعب، حتى اسمعه وهو بيتكلم. راجل منظم، راجل في كلام، راجل دارس، راجل فاهم بيعمل ايه. حاسس ان هي خطوه متسارعه. انت رايح في البدايه بيقول لك انت ماضي لاخر الدوري. ليه انت مدرب كبير مش صغير؟ ليه تقعد وتستنى بروجكت تعمله وتبدا فيه من البدايه مع نادي؟ وانا اسف ان بقول كلمه زي دي على نادي كبير زي نادي الزمالك، بس نادي يبقى فيه بيئه للنجاح. نادي الزمالك حاليا هو بيئه غير ناجحه وغير صالحه لنجاح اي حد مهما كان مين، اداره او لعيبه او حتى جهاز فني. انت بتتكلم، انت مش عارف مين اللي بيدير نادي الزمالك. انت لا عارف ميدو ولا عارف حسين لبيب ولا عارف ممدوح عباس. انت مش عارف حاجه، يبقى ليه تاخد قرار زي ده؟ خطوه متسارعه من وجهه نظر المدرب. انا بحبه ومن احسن المدربين الموجودين في مصر، ومن احسن المدربين اللي انا اتفرجت عليهم مصريين في حته التكتيك والشغل. واتفرجت عليه وهو بيتكلم عن فكره الحمل البدني. لا، راجل فاهم بيعمل ايه وراجل دارس.